السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة في قناتكم حسن المرنيسي. تحياتي للمغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. حلقة غادي نناقشوا فيها جوج ديال المحاور. المحور الأول هو صفقة بين فخامة السارح مجيدو وقيس سعيد الرئيس التونسي لبيع تونس بالكامل للجزائر الفرنسية وجعلها الولاية 59 للجزائر الفرنسية، وهذا الشيء غادي نشوفوه بطبيعة الحال مع معارض تونسي من الخارج غادي يتكلم في الموضوع بالتفاصيل ديالو. في المحور الثاني ديال الحلقة عندنا الطابور الخامس، وفاش كنتكلموا على الطابور الخامس ما كنتكلموش على المعارضين أو الحقوقيين أو من يريدون المصلحة العليا والفضلى للشعب المغربي، كنتكلموا على من يريدون فقط تقزيم الدولة وإنكار الإنجازات والمكتسبات. هذا هو يعني الهدف ديالهم فقط لا غير. وهنا عندنا قضية فؤاد عبد المؤمن اللي تم اعتقاله بسبب تدوينة دونها وتم الإفراج عنه بعد أقل من 48 ساعة. غادي نشوفوا أشنو كتب هاد فؤاد عبد المؤمن وشنو هو يعني السقطات ديالو في التدوينة ديالو، سقطات خطيرة وخطيرة جدا. وقبل ما نمر للتفاصيل تنقول للمتابعين الكرام ديالنا عطيونا أكبر قدر من الإعجابات ديالكم. كذلك بالنسبة للناس اللي كيشوفونا لأول مرة، فضلا منكم وليس أمرا، اشتركوا فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا، ونمشيو نشوفوا التفاصيل مع المعارضة التونسية في الخارج تدق ناقوس الخطر بشأن صفقة بيع تونس للجزائر الفرنسية. قيس سعيد في زيارة إلى الجزائر نهار 1 نوفمبر ماشي يبيع تونس لتبون في عيد الثورة، ماشي يبيع لكم تونس يا دين الرب، ماشي يبيع لكم تونس هم قملين، ماشي يبيعها تونس في راي، ماشي يبيعها سكر عليه العالم، ماشي يهزز شراف شبيل هكي الارنب هذيك الحولة بنت الزهرة وماشي لعمك تبون وسعيد شنقريحة ماشي يبيعها تونس. تونس مش تتباع. اتفاقية المرادية دين الرب، اتفاقية المرادية ماشي صحح فيها غدوة الحي. شروط الاتفاقية يعني هبطناها لكم، مش يعمل دوريات مشتركة مع الجيش الوطني، مش يعمل ثكنة في القصرين، ثكنة عسكرية في القصرين، مش يعطيه مش يعمل يعني اتفاقية نتاع بيعان تونس مش تولي تونس محافظة جزائري. هذاك هو عمك تبون حشاهونا، عمك تبون وسعيد شنقريحة حشاوهونا، قال له عيد الثورة ما ثورة يا معلم ومليون ونصف شهيد يا ودي، اما مليون ونصف شهيد وما كل مرة تكتبون قال لك 5 ملايين شهيد، لا ثم لا مليون ونصف شهيد ولا عيد الثورة. تي ماشي بيحة يا دين الرب يا توانسة. راهو شفتوها اتفاقية المرادية غدوة ماشي هازز هاكي إشراف شبير، فهمتني، هو ماشي يمشي للجزائر يصحح اتفاقية المرادية، فهمتني، ومش تعاونوا الجزائر مش يتعدى الأزمة هذا، يبيع كل شيء هذاك، يبيعها حتى يا ودي الجيش مش يولي دوريات مشتركة، مش تولي مناطق سيادية الكل في عند الجزائر، مش تولي عملة واحدة، معناها مش نولوا خاضعين للجزائر. هدين الرب يا دين الرب، فايقين معايا ولا ما كمش فايقين؟ يا ودي حشاوهونا هتبون هذا هسه هواك نتاعنا ماشي غدوة الحي، مش ياخو طرف فلوس على خاطر العالم سكر عليه وهازز هكي شراف وحاطط العساس في القصر، هالعساس حاطه في القصر خالد اليحيوي. يقسم بالله انا طحان ندافع عليكم. اتفاقية المرادية فيها قداش من بند، وزير الخارجية هذا المسهوك محمد النفطي هذا مشى عنده جماعتين رتب الاتفاقية، اتفاقية بيعان تونس مش تولي الوزارات الكل تحت، يعني مش تولي مش دولة واحدة، ماناش دولة واحدة، مش تولي محافظة تونسية محافظة جزائري، مش نوليو كل مقيم العام. تونس يا دين الرب استقلت 1954 تتباع تونس، مش تتباع غدوة، ماشي يبيعها قيس سعيد، ماشي يبيعها باتفاقية المرادية. عنده توا جماعتين مع وزير الخارجية التونسي مشى للجزائر غادي، فهمت، مش يبيعنا، مش يبيع تونس كاملة. تبون استغل الظرف واستغل كل شيء، يقول لك نعطيك دراهمي، فهمتني، وسلم لي تونس بحاله السهواك.
ماشي بحاله السهواك دين الرب. السهواك اعطيه ميزانيه مش لاقي رواتب، العالم سكر عليه، حتى وزير ما يضيف وما يجي حتى واحد، حتى دوله ما استقبلت قيس سعيد. ماشي هو ومرته فهمتني، واكي شرافه فهمتني الارنب المتحيله هذيك بنت الزهره، وماشي فهمتني يمشي يصحح الاتفاقيه. بعد يخرج يقول لنا احنا خاوه وتونس والجزائر وامن تونس ونامن الجزائر ويتحشى شعب كامل. ماشي يبيعها فون كوميرس. ثكنه جزائريه مش تولي في القصرين، عمله موحده. الفيزا الجزائريين يدخلوا بطاقه تعريف التونسي لا، انت مستعمره جزائريه. مش يعطيه فلوس لاخر مقابل يبيع له تونس. وزارات السياده مش تولي تحت اشراف الوزارات الجزائريه. ماشي يولي اعتباره قيس سعيد من اللي كان عساس عند ميلونيتا، ومش يولي كلب عند شنقريحه والي تونس، مش يولي ما عادش رئيس تونس. هدينا الرب الاكبر نعراه شيء نتقراه. ماشي يبيعها اتفاقيه المراديه، ماشي يمشي يهز مرته، مش يمشي يبيعها، ماشي يدبر طرفه، راهو عايش على الطلبه. هدين الرب حتى دوله ما استقبلوا كان تبون. هدين تبون قال له عيد الثوره، قال له 1,000,000 شهيد، لا 1,500,000 بالحرام لا فاتوا حتى 10,000 شهيد. صاحبي تيسيبوا علينا من هالريق هذا يا معلم. في وين عايشين؟ هدين الرب مش يبيعها للجزائر. هالجزائر شفنا منها كان الشؤم والبؤس والارهاب والهم الازرق والفقر. تينا من اللي تبعنا الجزائر مشينا سعيد عزله دوليه دين الرب، ما استقبلوا حتى حد مهنا حتى هاز ماشي هاز مرته هذيك اشراف اللي عينت لنا ليلى جفال واصحابها الكل اللي خدموا معها واللي اعطوها ستيلوات في نابل وكذا، كلهم عينتهم وزر. بعد ما بركوا البلاد وفلسوها توا ماشيين يبيعوا ارواحهم للجزائر. هكا ماشيين يبيعوا ارواحهم لشنقريحه بالكفه كقيس سعيد بالكفه. يا دين الرب ولينا محافظة. راهي كانت تصحح الاتفاقية نولوا محافظة. راهو مريض، راهو انسان ما يجيش رئيس اقسم بالله مهبول. اخر همه التوانسه يبيع كل شيء، يبيعها لسعيد شنقريحه، يبيع كل شيء. المفيد يقعد، المفيد يدبر الدراهم. يا تبون يا شعب الجزائر ردوا بالكم لا تعملوها اتفاقيه، قسما بالله راهي حرب تقوض عليكم. يا ولدي رانا دولة ذات سيادة 29 سنة عشنا لبس علينا ربها مع بن علي، لا تستحقينا لا دراهم. الجزائر جابت لنا الجزائر تي عندهم 1,000,000 شهيد، جابوا لنا 1,000,000 افريقيا دين الرب جابوهم من الجنوب. عزلت تونس في العالم الكل، دمرت تونس. ماشي يبيعنا هاد زي كما سمعتوا. هذا من المعارضة التونسية بالخارج يدق ناقوس الخطر. الرئيس التونسي بطبيعة الحال قيس سعيد يعني كل شيء كيعرف يعني كيف نصب نفسه عدوا للمملكة المغربية. ثم كتعرفوا القصة ديال استقبال إبراهيم الرخيص بضغط جزائري. تونس عبر التاريخ ديالها لم يسبق لها يوما أن استقبلت زعيما من زعماء جمهورية تندوف. حتى في المقرر الدراسي ديال تونس عبر التاريخ ومنذ بداية مشكل عصابة البوليزاريو بدعم من الجزائر الفرنسية لم تدرس يوما تونس في مقررها أو منهجها التعليمي بأن هناك دولة داخل الدولة المغربية. دائما ما كان المقرر أو المنهج التعليمي التونسي يتكلم على المغرب بصحرائه الغربية المغربية وبوحدته الترابية، ولكن عهد قيسون هو عهد مختلف تماما. إذن هنا المعارضة التونسية تعض أصابعها على تونس وكيف يذهب قيسون لبيعها جملة للجزائر الفرنسية. وهذا الشيء كيأكد داك الشيء اللي قالوا سابقا أحد البرلمانيين الجزائريين في إحدى القنوات العربية. خلينا نقولها بكل صراحة، تعتبر تونس ولاية من ولايات الجزائر مهمة جدا. فنقول الشعب التونسي صراحة والله العظيم نشفق عليكم من الحالة اللي وصلتوا لها في عهد هذا الرئيس هذا. صراحة الوضع ديال تونس لا يبشر بالخير، وكل من ارتمى في حضن الجزائر الفرنسية في شمال إفريقيا كمن ارتمى في حضن إيران الماجوسية في المشرق العربي، وكل شيء شاف الحال ديال سوريا ديال لبنان ديال العراق ديال اليمن عندما ارتموا في أحضان إيران ماذا حصل لهم. غادي نمروا للموضوع الثاني اللي هو الطابور الخامس.
هذا فؤاد عبد الموني. فؤاد عبد الموني حقوقي، مناضل، يعني إعلامي، سميوه اللي بغيتو، المهم دار تدوينة. هذه التدوينة هذه يعني في ألغى فيها الدولة المغربية بالكامل، وحنا غادي نشوفوا بطبيعة الحال واش هو محق في هذا الشيء اللي قالوا ولا مجرد يعني كلام وصافي. فؤاد عبد الممني تم اعتقاله بعد نشره هذه التدوينة اللي قال فيها في رده على شخص اسمه حمزة، يقول: برافو حمزة، ولو أن الأزمة بين البلدين أعمق في تقديري من قضية بيغاسوس، فالدولة المغربية تريد إقناع مواطنيها بأنها ناجحة، وتريد كدليل على ذلك أنها قادرة على تمريغ القوة الاستعمارية المتجبرة سابقا في الوحل. وفرنسا التي ترى موقعها يتقهقر بين الدول لا ترضى الرضوخ لابتزاز دولة هزيلة. ركزوا معايا على هذا اللفظ، دولة هزيلة. دابا بالله عليكم واش هاد المكتسبات اللي تحققت في المغرب، شتي راه قول على المغرب اللي بغيتي، وانا نقدر نتفق معاك يعني في 90% من داك الشيء اللي غتقول. تقول المغرب مازال فيه الفساد، غنقول لك لا ينكر ذلك الا احمق. تقول المغرب مازال فيه المحسوبيه وباك صاحبي، غنقول لك متفق معاك 100%. تقول المغرب كيعاني من الرشوه، غنقول لك اكيد. تقول لي المغرب كيعاني من الفساد، غنقول لك متاكد بشكل كامل، لانه كما كانش المغرب كيعاني من هذه المعضلات هذه كاملين فعلا كنتو غتشوفوا المغرب بحال فرنسا ولا بحال المانيا ولا بحال اسبانيا ولا بحال اي دوله متقدمه. نحن نعلم مشاكلنا في المغرب، بل نريد حل هذه المشاكل يعني باقصى سرعه، ولكن هذا الشيء ما كيمنعش أننا نعترف بالإيجابيات، نعترف بالمكتسبات، نعترف بالتطور الحاصل، نعترف بأن هناك نقلة نوعية حصلت في المملكة المغربية. ما يمكنناش نكروا الإنجازات والمكتسبات، ما يمكنناش نكروا هذا الإنجاز الكبير اللي داروا المغرب يعني تخطيط ملكي. هذا الإنجاز باستقطاب فرنسا ثاني قوة اقتصادية في أوروبا بعد ألمانيا، وأول قوة عسكرية في أوروبا، دولة عندها حق الفيتو في مجلس الأمن. تخيل دابا معاك الفيتو الأمريكي ومعاك الفيتو الفرنسي. المغرب جاب فرنسا برئيسها داخل البرلمان المغربي وقالها فرنسا تعترف بمغربية الصحراء وتساند المغرب في مشروع الحكم الذاتي، بل ستذهب مع المغرب في الهيئات الأممية لتدافع عن سيادة المغرب على أقاليم الجنوبية. شنو بغيتو أكثر من هذا الشيء؟ كيفاش هذا الغباء اللي كيخلي إنسان يكتب بحال هذه التدوينة هذه ويوصف لك المغرب بدولة هزيلة؟ تاريخ المغرب العريق، ثقافة المغرب العريقة، حضارة المغرب العريقة جدا التي تدرس في المعاهد وفي الجامعات، وكاينين مقاطع ديال جامعات في إسبانيا وجامعات في أمريكا يدرسون الحضارة المغربية، حضارة 12 القرن، ويجي واحد ويكتب لك دولة هزيلة. بالله عليكم واش هذا منطق؟ وفرنسا التي ترى موقعها يتقهقر بين الدول لا ترضى الرضوخ لابتزاز دولة هزيلة تستعمل كافة أوراق الضغط المتاحة بما فيها المهاجرون واستعادة القاصرين واللا قانونيين منهم والمعلومة الأمنية والمصالح الاقتصادية وتعليق الاتفاقات، وطبعا التجسس الذي تعتبر فرنسا أن أخطر ما فيه أن إسرائيل هي من تستغل معطياته. تخيلوا معايا هاد فؤاد عبد الممني اشنو تيقول في هاد التدوينه هذه؟ تيقول بان برنامج التجسس الذي استخدمته المغرب، فهمتي، هو يتهم المغرب باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس الاسرائيلي. المصيبه الطامه الكبرى انه يقول اسرائيل هي من تستغل المعطيات التي جاءت عبر استخدام المغرب لبرنامج التجسس الإسرائيلي. يعني بتفسير آخر يتهم المغرب بالتجسس على فرنسا خدمة للكيان المحتل للأراضي الفلسطينية.
المغرب سنة 2021 عند خروج هذه الاتهامات هذه اشنو دار؟ شنو كانت ردة الفعل ديال المغرب؟ قضية بيغاسوس، المغرب يرفع شكاوى قضائية جديدة ضد وسائل الإعلام في فرنسا. أودع المغرب مزيدا من الشكاوى القضائية في فرنسا ضد وسائل الإعلام اتهمته بالتجسس في قضية برنامج بيغاسوس الإسرائيلي. لن يقبلها القضاء الفرنسي على الأرجح، وفعلا القضاء الفرنسي لم يقبل الدعوى القضائية التي رفعها المغرب بوسائل إعلام فرنسية اتهمته باستخدام برنامج تجسس بيغاسوس ضد فرنسا. وغادي نقول لكم السبب اللي خلى القضاء الفرنسي ما يقبلش هذه الدعوة القضائية، وفرنسا كتقول لك بلد الحريات والديمقراطية. وقال محامي المملكة أوليفييه باراتيلي أنه رفع 4 دعاوى قضائية خاصة بتهمة التشهير، 2 منها ضد صحيفة لوموند ومديرها جيروم فينوليو، ودعوة ثالثة بحق موقع ميديا بارت ورئيسه إدوي بيلينيل، والرابعة بحق إذاعة راديو فرانس. 4 شكاوى قضائية تقدمها بها المغرب عبر محامي فرنسي لدى القضاء الفرنسي. علاش القضاء الفرنسي لم يقبل الدعوة من الأصل ولم يحقق في صحة المعلومات التي تقدمت به هذه الوسائل الإعلامية الفرنسية؟ شنو هو السبب اللي غيخلي قضاء ديال دولة ديمقراطية، قضاء دولة حقوق الإنسان، قضاء حرية التعبير أنه يقبل؟ شنو هو السبب اللي خلاه القضاء الفرنسي يرفض؟ السبب هو أنها كانت غتكون فضيحة مدوية لفرنسا، وكانت غتكون فضيحة للدولة العميقة في فرنسا، لأن فرنسا في ذاك الفترة كان عندها مشاكل مع المغرب، وكانت الأزمة بين المغرب وفرنسا في بدايتها، وفرنسا بدأت ترى في المغرب منافس، حقيقة منافس، لأن المغرب دار مشاريع اقتصادية كبرى في عدة بلدان إفريقية تعتبر هي الحديقة الخلفية لفرنسا. المغرب لعب في الحدائق الخلفية لفرنسا عبر مشاريع بنكية، عبر مشاريع اتصالات المغرب، عبر مشاريع مصانع لصناعة الأسمدة. ففرنسا ولات كتشوف المغرب فعلا يخترق عدة بلدان إفريقية وينافسها في مصالحها داخل يعني حدائقها الخلفية. فالدولة العميقة الفرنسية لقات أن الحل هو تشويه صورة المغرب بنشر بعض الادعاءات الكاذبة عبر بعض وسائل الإعلام الفرنسية، وحتى منظمة العفو الدولية أمنيستي حتى هي شاركت في هذه الحملة هذه ضد المملكة المغربية. إذن المغرب قال لهم ماشي مشكل، قلتوا حنا كنستخدموا برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، أعطيونا المعطيات والأدلة اللي كتثبت هذا الشيء وغنمشيو في القضية قضائيا باش اللي كيكذب يبان. فالقضاء الفرنسي رفض بل خاف من قبول القضية، لأنها كانت غتكون فضيحة مدوية للدولة العميقة الفرنسية. فالمغرب ضد وسائل إعلام أجنبية فرنسية تقدم بدعوى قضائية، وفاش يجي واحد مغربي يعتبر مناضل وحقوقي من داخل المغرب وبالتدوينة يكتب بهذا الشكل هذا، طبيعي جدا أنه يتعتقل، مسألة عادية يتعتقل. فهاد الحقوقيين كيتهموا الحكومة بأنها حكومة لا تتواصل مع الشعب، ولا تقدم المعطيات والأرقام إلى الشعب، ولا تصارح الشعب. دائما هذه هي الأسطوانة اللي هما كيرددوها بطبيعة الحال، ونقدر نتفق معهم أنا في هذه المسألة هذه بالنسبة لفشل الحكومة وسياسات فاشلة وما كاينش التطور، والحكومة لم تقدم برنامجها يعني كما ينبغي، ولم تحقق منه شيء للشعب المغربي. ولكن بما أن الحكومة لا تصارح الشعب، فهاد الحقوقيين اللي كينتقدوا الحكومه يصارحوا الشعب. مثلا هاد فؤاد عبد المبدي فاش يتهم المغرب بانه
يعني قضيه بيكاسوس وهذه الامور، خاصو يعطي الادله ديالو على هذا الشيء. ما يحتكمليش الوسائل اعلاميه فرنسيه اللي اصلا خافت انها تدخل في دعوه قضائيه مع المغرب. هنا يعني تبت البطلان ديال الادعاءات ديالها، ما يدخليش على معلومات كتجيه من طرف جهات الهدف ديالها الاساءه للصوره ديال المملكه المغربيه. فاعطي المعطيات وقدم الادله ديالك للشعب، اعطيهم وثائق، اعطيهم صور، باش تكون عندك مصداقيه امام الشعب، وتثبت لهم وجهه النظر ديالك، وتثبت لهم حقيقه الادعاءات ديالك. فطبيعي جدا يكون اعتقال ويكون تحقيق. هذا فؤاد عبد الممني، علاش نقول لكم انا الطابور الخامس؟ انا غنعطيكم مثال بسيط وغنرجع معاكم اكثر من 7 أو 8 سنوات. فاش كان مشروع القطار السريع المكهرب كما قال رئيس الجزائر الفرنسيه، سماه بالمكهرب، هو حقيقه القطار السريع الكهربائي. هذا الشخص هذا نفسه شكك، بل اعتبر بان إقامة مشروع قطار سريع كهربائي في المغرب هو ضرب من الجنون وخرج العقل. يعني نقل سريع ماشي تي جي في. كنوليو هذيك 2 ديال السوايع وثلث اللي كيتكلموا عليها كنديروا 2 ديال السوايع و40 دقيقة بلا ما نشريو من عند فرانسيس، بلا ما يكون عندنا اون ديبوندونس تكنولوجيك، بلا ما نخسروا الملايير المليارات على هذا المشروع. دونك أنا مع المشاريع الكبرى، ولكن التي جي في يعني خرجان العقل. كما سمعتوا قال لك مستحيل هذا المشروع هذا ينجح في المغرب، وهذا مشروع يستنزف ميزانية الدولة، ومشروع ما غيكون عنده حتى شي فائدة، والشعب المغربي ما عندوش القدرة باش يواكب هذه الوسيلة النقل المتطورة جدا. يعني وكمية من الأحقاد فرغها في ذاك الوقت على مشروع القطار السريع الذي أثبت نجاحه ونجاعته وسهل التنقل على الشعب المغربي ومن بسطاء الشعب المغربي. حيث إلا مشيتي للقطار السريع الكهربائي وركبتي فيه، وأنا واحد من الناس اللي فايت لي يعني تنقلت به، يعني بغيت نمشي من فاس لطنجة، فاضطريت أنني من فاس يعني للقنيطرة نمشي في القطار يعني العادي، ومن قنيطرة عاد غيرت وكملت لطنجة في القطار السريع. فتبارك الله ما شاء الله، تبارك الله داك الكم الهائل ديال المواطنين المغاربة. القطار عامر غير بالمغاربة، ما فيهش أجنبي واحد. بعض المرات كيكونوا السياح، ولكن داك النهار اللي مشيت فيه أنا أقسم لكم بالله إلى يعني تساريت في القطار كامل ما كاينش الاجنبي، عامر بالمغاربه. وشكون اللي كيستعمل وسائل النقل في المغرب؟ هما الناس متوسطي الدخل او الفقراء، لان الاغنياء كاملين بالطوموبيلات، هما بالطوموبيلات ديالهم يعني موتوريزي، وكيتنقلوا عبر السيارات ديالهم. فهنا كتفهم بان هاد الناس هادو، هذا الطابور الخامس، الهدف ديالهم ماشي الإصلاح، الهدف ديالهم هو إلغاء المكتسبات وإنكار الإنجازات. هما هكا دايرين، العقلية ديالهم هكا. فهو ما يمكنلوش وما يقدرش يكون صريح ويكون واضح ويقول لك بلادنا مشات بواحد المستوى ورجعت بواحد المستوى. كاين أشياء سلبية، كاين بزاف ديال الأمور اللي تعتبر يعني سد أو عثرة تعثر الطريق التنموي للمملكة المغربية، ولكن كاين بزاف ديال الإنجازات راه لا ينكرها إلا جاحد، ما يمكنش ينكرها إلا واحد جاحد أو حقود على هذه البلاد هذه. فهنا كيتبت لك بأن هاد الناس هادو الهدف ديالهم فقط أنهم يشوهوا البلاد، ما الهدف ديالهم لا الإصلاح ولا التطور ولا حتى شي حاجة. فالفساد ومحاربة الفساد، ما كاينش شي مغربي يقول لك انا ماشي ضد الفساد ولا انا مع الفساد، لا، كلنا كمغاربه ندين الفساد وندين اي مسؤول ثبت عليه الفساد، بل كلنا مغاربه
بغينا فعلا بلادنا نحسوا بها قويه، بلادنا نحسوا بها في مصاف البلدان الكبيره. وباش غنوصلوا لهذا المستوى، غنوصلوا لهذا المستوى بمعارضه شفافه، معارضه شفافه نزيهه، وبمسؤولين على قدر المسؤوليه، وبشعب واعي، شعب واعي عنده الوعي السياسي وعنده الوعي باش يعرف يعني الاشياء التي تصب في مصلحه بلده والاشياء الاخرى التي هي ضد مصلحه بلده. فباش نوصلوا لهذا المراحل هذا باش نوصلوا للديمقراطيه الكامله، راه خصنا مازال نزيدوا نخدموا بطبيعه الحال. فاللي كنشوف ان النيابه العامه تعاملت مع هذا السيد هذا بكل احترام. اولا يعني الان هو متابع في حاله سراح، يعني مازال كاين تحقيقات ولكن هو متابع في حاله سراح. هذا اول دليل على ان المغرب حقق تطورا كبيرا. في واحد الوقت راه بحال هذا راه كيشدوه كيديوه كيحكموا عليه ب10 سنين. فنتمنوا من الله ان هاد الناس يراجعوا المواقف ديالهم ويراجعوا الافكار ديالهم، وحنا محتاجين النخبه ومحتاجين المعارضه بطبيعه الحال، لان ما يمكنش بلد يتقدم بلا معارضه. معارضه ضروري خصها تكون كاينه، ومعارضه قويه بطبيعه الحال، معارضه تكون قويه وقويه جدا، وتدافع باستماته على حقوق المواطنين، لاننا محتاجين بزاف ديال الاصلاحات، ومحتاجين بزاف لا على مستوى الصحه، لا على مستوى التعليم، لا على مستوى يعني السكن، لا على مستوى الاقتصادي، لا القدره الشرائيه، لا الدخل ديال المواطن. هذه كلها امور محتاجه اصلاحات، وهذا الشيء ما كنكروهش بطبيعه الحال. وهذا الشيء خاص اي مغربي غيور على هذه البلاد يقول بان عندنا مشاكل كبيره خصنا نحلوها، ولكن بنفس يعني المنطق اي مغربي غيور على هذه البلاد ما ينكرش المكتسبات. زياره الرئيس الفرنسي للمغرب اللي بغى واللي كره جاءت بعد اخضاع فرنسا، لان فرنسا راه ما كانتش غتجيك بالساهل. فرنسا راه شحال هذه باش صيفطناها 1956. ما عمر فرنسا من 56 ما جاتك بهذه الطريقه هذه، ما عمرها، دائما كانت كتعاملك كمستعمره. ولكن اليوم جاء الرئيس الفرنسي وقالها بلسانه الاحترام المتبادل، ويعني المصلحه المشتركه للبلدين وللشعبين. المصلحه ديال الشعب المغربي كمصلحه الشعب الفرنسي. ما عمر شي رئيس فرنسي طاح في هذا الموقف هذا. اول مره رئيس فرنسي كيطيح في هذا الموقف مع المغرب. هذا كيدل على ان هناك تغيير في المغرب، هناك تغيير في السياسه الخارجيه المغربيه، هناك يعني مكتسبات جعلت المغرب عنده اوراق ضغط. وهذا الشيء ماشي غير فرنسا، راه اسبانيا قبل، المانيا قبل من اسبانيا، وهذه المره الجايه بريطانيا على الابواب. بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية انتظروا الموقف البريطاني. عمليا بريطانيا تدعم المغرب لأن مشاريعها في الأقاليم الجنوبية، اتفاقيات اقتصادية تؤكد أن بريطانيا مع المغرب. والموقف الرسمي هو القادم، موقف رسمي بريطاني يؤكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويجي مربع الرأس في التالي يقول لك لا ما يمكنش. نتسناو نشوفوا فاش غتعترف بريطانيا وغادي تدعم المغرب، نشوفوا بحال هاد المؤمنين شنو غيقولوا عاوتاني. هاد فؤاد المؤمنين نشوفوا عاوتاني كيفاش غادي يفسروها، كيفاش المغرب جاب بريطانيا، كيفاش بريطانيا، وديك الساعه نشوفوا لكم شنو من تخريجه غديروا لها عاوتاني، شنو هي الوصفه السحريه اللي غادي يعني تخرجوها باش ترجعوا المغرب دولة هزيلة. لعنة الله على كل من أساء لبلدنا الحبيب، وعلى كل من أراد تقزيمه. والمغرب بلد عريق، بلد عنده حضارة، بلد عنده تراث قديم جدا 12 قرن، شاء من شاء وأبى من أبى، والتاريخ من يؤكد ذلك. إذن تحياتي لكم، كانت هذه الحلقة ديالنا، مع السلامة، إلى اللقاء في قادم الحلقات إن شاء الله تعالى.